يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح الرضا والجمال والسكر والعسل، صباح المانجا، صباح السعادة والسكر الزيادة على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ الكلام يا حبايبي تعالوا صلوا على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. تعملي لنا ايه حلو النهارده يا ام تغريد؟ قلنا بقى نعمل أكلة شعبية النهارده وبسيطة وجميلة وكل حاجة من البيت. هاعمل بطاطس مهروسة، وهاعمل بتنجان مسقعة، وهاعمل فول، وجايبة طعمية، وكله النهاردة أكل جميل وخضار وعيش وطماطم وخيار، ما شاء الله كانت أحلى أكل، والله أحسن من الفراخ واللحم. والوقت بقى سلقت البطاطس غسلتها غسلة حلوة، وبعد كده بقطع طماطم، بتقطع طماطم لإيه متغريب؟ بقطع طماطم، هاعمل الفول بطماطم وهاعمل بتنجان بطماطم اللي هو المسقعة. والوقت قطعت معاكم الطماطم وقطعت بصلاية للفول، بصلاية صغيرة، وطبعًا الشطة دي مولعة، ما حطيتش قرن الشطة كله، حطيت نص وسِبته. وبعد كده هانزل على البوتاجاز أحط شوية زيت، وهافضل أقلّب في البصل عشان تاخد وتدّي بشكل ودّي، تدّيني لون صفاري حلو كده. وأمّا الطماطم تستوي هاحط لها البهارات بتاعتها، وأقوم مهدية عليها، وبعد كده هانزل بالفول. وكنت شويت البتنجان ودي شكل البتنجان بعد ما قشرته. ما شاء الله أكلة اقتصادية وجميلة وحاجة تفتح النفس. الوقت التسبيكة بتاعة الفول استوت، وهانزل بالملح وشوية كمون وشوية كزبرة، ودي الفول بتاعي. ماشي يا حبايبي، وكنت سلقت البطاطس. وبعدين يا حبايبي نزلت بشوية زيت في الحلة، وبعد كده هانزل بالدقة اللي أنا عاملاها، التوم والفلفل، وما شاء الله ريحتها كانت جميلة وقالبة ريحة الشارع. البطاطس بتاعتي كانت تحفة، ما شاء الله بألف هنا لكل اللي كل منها. البطاطس دي جميلة أوي ما شاء الله، البطاطس دي زبونتة. الوقت يا حبايبي البطاطس رخصت، اللي عايزة تخزّن وتجيب بطاطس، البطاطس رخصت تروح تجيب. إحنا كنا جايبينها في الشكارة ب10 جنيه، الوقت بيقولوا ب6 جنيه. ما شاء الله البطاطس دي جميلة ومسكّرة في الأكل ومرمّلة وحلوة. وبعد ما أقشّرها هانزل بالتومة وأهدّي عليها وأقلّبها حلو وتاخد وتدّي بشكل وِدّي. دايمًا يا حبايبي نصلّي على النبي ونذكر الله. ماشي يا حبايبي؟ وبعد كده نزلت بالبطاطس وهافضل أهرس فيها، أهرس فيها لغاية ما تنعم معايا خالص. هانزل بالهراسة وأفضل أهرس فيها لغاية ما تنعم معايا وأهدّي عليها. وبعد كده هاطفي عليها وأعمل بتنجان. ماشي؟ ما تنسوش يا حبايبي دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله. صلّوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. مين علّق الزينة؟ قولوا لي في التعليقات مين اللي علّق الزينة؟ إحنا علّقنا الزينة بتاعتنا. والتومة لمّا ادّتني لون نزلت بالطماطم، وهاهدّي عليها برضه وتاخد وتدّي بشكل وِدّي. كنت جايبة نُص كيلو بسارية ونسيت أقول لكم، البسارية بسعر 60 بس أنا جبتها ب50. أنا باحبها مشوية، بس عيالي بيحبوها مقلية، قالوا لي: "يا ماما اقليها." بس أنا باموت فيها وهي مشوية بتبقى جميلة. الوقت حمّرتها معاكم، قطّعت في الطبق عود كزبرة على شبت عشان تبقى جميلة ونفسها حلو. والوقت حمّرتها هي لازم إيه تاخد اللون ده، تحمّريهاش أوي عشان ما تتحرقش، عشان هي صغيّرة هتنشف معانا. ودي شكل الفطار معانا. ما شاء الله تعالوا يا حبايبي افطروا معانا. طبقين بتنجان وبطاطس وطعمية وخيار وفول، ما شاء الله وخضار، أهم حاجة الخضار. والله يا حبايبي الفطار دي بألف هنا لكل اللي كَل منه، حاجة تفتح النِفس. ما شاء الله أنا قُلت لكم فضلت على الفطار دي لمّا للمغرب كانت أكلة جميلة، وأهم حاجة البسارية المتحمّرة دي. وبعد ما فطرنا والحمد لله قُلنا نروّق الصالة، ما عادش معانا إلا الصالة. جِبت الزعافة وقعدت أعمل بالصلاة حلو كده، مسكنا الصلاة بقى شِلنا السجادة وروّقناها حتّة ترويقة. ما شاء الله. أيمن غسل المروحة، تغريد غسلت الشباك، اللي كان بيقدر على حاجة بيعملها، كل واحد وراه حاجة بيعملها، دي بيعمل كذا ودي بيعمل كذا. وما شاء الله ما سيبناهاش إلا لمّا روّقناها خالص. دايمًا على طول يا حبايبي نصلّي على النبي ونذكر الله. صلّوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. تترحمي على أمي وأبويا وموتانا أجمعين يا رب العالمين. لسه برضه بعيد على الصلاة، ما خلّصت. وبعد كده مسكت الشباك نفّضته تنفيضة وشِلت طوَل الرُكن خالص. الرُكن أساسًا أنا تاخرتها من مكانها، كل كنبة بقيت أتاخرها وأشدّها بعيد، أكنس مكانها وأمسح الحيطة وأرجّعها تاني.
والطوَل برضه بانفّضها معانا من الناحية دي ومن الناحية دي عشان تبقى نضيفة، وما شاء الله كانت جميلة، وبعد ما اتروّقت كانت تحفة. قومي يا حبيبتي أنتِ وهي شوفي اللي وراكِ، داخل علينا رمضان، كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب، ربنا يخليكم ليّا يا رب وما أتحرم منكم أبدًا، وتفضلوا دايمًا منوّرين القناة بتاعتي ومنوّرين حياتي، متابعيني حبايب قلبي، ربنا يكبر بخاطر كل واحدة علّقت لي تعليق حلو، ربنا يفرّح قلبها يا رب، وما أشوف فيها حاجة وحشة أبدًا، وتفرح بعيالها، ماشي يا حبايب قلبي؟ طبعًا المساحة اللي أنا كنت بامسح بيها معاكم الفيديوهات اللي فاتت اتكسرت، أعمل إيه عشان أمسح الحيطة مسحة حلوة؟ قُلت أفكّر كده، قُمت جايبة المقشة وحاطة عليها فانلة وقُمت ماسحة بيها الحيط، أعمل إيه؟ ما أنا المساحة اتكسرت ولازم أمسح الحيط، لازم أتصرّف كده وأشغّل دماغي، ماشي؟ وبعد كده بتمسح معاكم الزراير وهتمسح الباب مسحة حلوة، قومي يا حبيبتي اتشجعي معايا وخلّصي اللي وراكِ بدري، الصحيان بدري حلو والله، أنا كنت بانام وباصحى متأخر خالص، دلوقتي كنت باصحى من الساعة 07:00 أمشّي أيمن للمدرسة، أنزل السوق، أشوف إيه اللي ناقصني وأجيبه وأعمل اللي ورايا، فعلًا والله الصحيان بدري حلو، بيدّي طاقة ونشاط، بافتح شبابيكي بدري، باخلّص اللي ورايا بدري، كنت باقعد براحتي طول النهار مع سلفتي، مع عمتي، وأفضل قاعدة رايقة طول النهار. ودلوقتي مسحت الباب مسحة حلوة، وبعد كده بتمسح الشباك، وقُلت لأيمن اطلع على السلم يا أيمن امسح المروحة، إيه يا ماما هو أنا كل شوية أمسح لِك المراوح؟ قُلت له آه، أنت اللي هتطلع على السلم وتمسح لي المراوح، قال لي خلاص ماشي يا ماما، قُلت له أيوه يا ابني أنت اللي لازم تعمل لي المراوح، أمّال أجيب حد من برّه يطلع على السلم يعملها لي؟ أنا قُلت لك قبل كده مش هاطلع على السلم ده هاخاف أطلع عليه، ماشي؟ وبعدين يا حبيبي في العيال اللي طول النهار يفرقعوا في الصواريخ دول، كل أمّا أطلع برّه ألاقي الصاروخ تحت رجلي، أروح في أي مشوار ألاقي العيال بتفرقع صواريخ، عندكم كده؟ اللي عنده كده في بلدهم يكتب لي في التعليقات، ماشي؟ وبعد كده فرشت حتت الرُكنة كنبة، كنبة، بانفّضها كنبة، كنبة وأقوم فارشاها، وبعد كده ما شاء الله تبقي رايقة ما وراكيش أي حاجة. وبعد كده علّقنا الزينة، كنت أنا شارية الزينة من هنا من عند محمد علي صالح ما شاء الله، أسعاره حلوة وجايبة من عنده الزينة، واتهوّد معايا واللي كنت باقول له عليه كان بيدّيه لي، دي بكذا أقول له لأ بكذا، يقول لي مثلًا دي ب20 أقول له لأ ب15 لأ ب10 يقول لي ده أنتِ جاية عليَّ بخسارة، أقول له معلش وباعوّضها بحاجة تانية. وطبعًا بعد ما أخلّص فرش الرُكنة هاملي الغسالة عندي دورين قُلت هاغسلهم، تغريد قالت لي خلّيكِ لبكرة يا ماما، قُلت لها لأ، هو يوم روتين من أوله لازم أغسل هدومي النهارده، طبعًا عشان حتت الرُكنة اللي كانت مفروشة قبل كده، كان عندي دفايتين وغيّارين، قُلت لأ ده أنا هاغسلهم طالما إيه كُلّه روتين في روتين. السجادة بتاعتنا دي تقيلة بطريقة طفّحتنا لغاية ما شِلناها وطلّعناها فوق على السطح، وقُلت لأ ده أنا هافرش حافظة، عندي حافظتين والاتنين مغسولين، قُلت لأ ده أنا هافرش واحدة منهم. ما شاء الله، وبعد كده طلّعناها فوق بس طفّحتنا عما طلّعناها، طبعًا كان هنا ميدو قُلت له يالّا يا ميدو طلّعها معانا، وكنت باكنس ورا الكنبة، أشد الكنبة وأكنس وأمسح وراها، عشان تبقى الحتة نضيفة كده، وكنت حاطة معطر في الجردل بتاع المسيح ما شاء الله، كان مخلّي ريحة الصلاة حلوة أوي. دايمًا يا حبايبي على طول نصلّي على النبي ونذكر الله، صلّوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. أتمنى يا حبايب قلبي فيديوهاتي تعجبكم وتشجعوني وتدعموني عشان انتوا بقيتوا أهلي وصحابي وحبايبي، وربنا يخليكم ليا وقناتي تكبر بيكم وتدعموني أكتر وأكتر، وطول ما انتوا معايا والله ما أنا خايفة متشجعة بيكم من تعليقاتكم الجميلة، كفاية التعليقات الجميلة اللي بتكبر بخاطري وبتفرحني، ربنا يكبر بخاطر كل واحدة علقت لي تعليق حلو وتفرح بعيالها يا رب ما تشوف فيهم حاجة وحشة، وكل 100 سنة وانتم طيبين، وربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب، ما تشوفوا حاجة وحشة أبدًا في عيالكم ولا في حبايبكم، دايمًا على طول يا حبايبي نصلّي على النبي ونذكر الله، صلّوا على النبي يا حبايبي. طبعًا أنتم عارفين إن مرات أخويا والدة ولازم كل يوم أروح أشوف حياة، هي اسمها حياة بس أنا ما باقولهاش إلا يا حياتي، أنا اللي رُحت سجّلتها عشان باباها ما هوش هنا، أنا اللي رُحت سجّلتها. يا رب ادّي كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب، وما يحرم حد من الخلفة أبدًا، وبعد كده يا حبايبي كل 100 سنة وأنتم طيبين. وطبعًا أنتم عارفين بهجة رمضان حلوة أوي، ما شاء الله، إلا بقى وإحنا بنعلّق الزينة، فرحة وأيمن يقول لي شغّلي يا ماما قصده على أغنية رمضان كريم، وإحنا بنعلّق الزينة بيقول لي: "يا ماما شغّلي أغنية رمضان كريم." قُلت له: "ماشي يا أيمن." وبعد كده كل شوية يقول لي: "طَب إيه، امسحي الحتّة دي، أنتِ ما مسحتيش تحت الرُكن." تقول لي: "والله يا ماما مسحت." قُلت لها: "طَب غيّري المَيّة." وبعد ما خلّصنا ترويق والحمد لله، رُحنا عشان نشتري الزينة، شايفين شكل الزينة ما شاء الله،
فوانيس إيه ونور إيه وشكلها جميل أوي، وطفّحته، هو يقول لي بكذا أقول له لأ، والله ما آخُد إلا بالسعر اللي أنا عايزاه، يقول لي: "هو أنتِ جاية عليَّ بخسارة؟" قُلت له: "آه، ابقى عوّضها بحاجة تانية." وخدت كل اللي أنا عايزاه وقُمت ماشية، ما شاء الله، دي شكل الزينة بعد ما روّحت باورّيها لكم، شايفين؟ جميلة، قولوا لي في التعليقات مين اللي علّق الزينة. دلوقتي بقى أيمن ودي ابن أخويا ربنا يخليه ليا يا رب وما اتحرم منه أبدًا، ودي شكل الزينة بعد ما اتعلقت جميلة، شايفين الصالة بتاعتنا ما شاء الله، شايفين الفانوس أنا جبت فانوس، قُلت مين هيعلق لنا الزينة يا ولاد؟ أيمن قال لي: "يا ماما أنا اللي هاعلقها." "هو أنت هتعرف يا أيمن؟" قال لي: "آه هاعلقها أنا وأحمد." إلا لقيت الجرس بيضرب وتلاقيت ميدو جاي، قُلت له: "تعالَ يا ميدو تعالَ، تعالَ بقى عشان تعلّق مع أيمن الزينة." وما شاء الله فضلوا يعلّقوا فيها ما مشيوش إلا إمتى. ودي شكل الصلاة بتاعتنا بعد الزينة ما ركبت. كل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي، دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله، صلّوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام، ما تنسوش اللايك والمتابعة والاشتراك في القناة عشان ينزل لِك كل جديد، وبعد كده بقى أخش المطبخ عشان أشوف هاعمل غدا إيه، أنا قُلت هاعمل بامية، النهارده كله أكل اقتصادي، قُلنا نغيّر بقى ونعمل أكل بعيش ونقضّيها النهارده بقى. بعد ما فرمت الطماطم، نزلت بالثوم اللي أنا عاملاه والشطة اللي أنا عاملاها في الكبة، ما شاء الله لازم البامية تكون حامية، وحطيت شوية ملح وشوية فلفل أسمر، وأما التقلية اتسبكت نزلت بالبامية وسبتها تاخد وتدي بشكل ودي، ما شاء الله كانت ريحتها قلبة الشارع، أنا باحبها حامية، سبتها بقى تتسبك مع نفسها كده وتاخد وتدي بشكل ودي، وبعد كده كان عندي شوربة هاحطها، ما شاء الله حطيت حتة متلجة وقُلت أما أفك حتة في قلب طبق. ما شاء الله شوربة كانت جميلة، وبألف هنا يا رب لكل اللي كَل منها. طبعًا يا حبايبي أي شوربة عندي باعينها في الفريزر عشان باحتاجها، أعمل بامية، أعمل طبقين ملوخية، وبعد كده نزلت بشوية شوربة، وأنا أمّا باجي أعمل البامية ما باحطش الدقة كلها، باسيب معلقة أحطها في نُص البامية وهي بتستوي، وشايفين شكل الشوربة معانا. طبعًا لمّا باجي أطبخ البامية باسيب معلقة دقة في نُص البامية أمّا بتستوي باقوم حاطاه، ما شاء الله شايفين الشوربة، وبعد كده أهدّي عليها وأمّا تستوي هنتغدى، كان فاض عندي بتنجان وبطاطس، كانت واحدة حبيبتي مدياني سردينتين، مع السلامة يا حبايب قلبي، أشوفكم في فيديو جديد، لو أول مرّة بتشوفيني دي يومياتي أنا وماما، مع السلامة.